طب في حاجه غريبه، الحته دي مسكره عن الحته دي، ايه الفكره؟ انا مش عارف. 420 جنيه كبده نيه، امال احنا جايبين ايه؟ بتضحكوا؟ اهلا بيكم في مقارنه احسن كيلو كبده بالرده، والمقارنه دي تعملها جزئين عشان جبنا كيلو مخ، ونسمي الله ونبتدي بالكبده عشان المخ ليه طريقه طعم معين. يلا بينا. طلبنا كيلو كبده ب 360 جنيه وكيلو مخ ب 700 وكام يا يوسف؟ و760 جنيه، يعني 1200 جنيه في الاثنين كيلو. مكان مين؟ واسمه الدريني، المكان اسمه الدريني، والمكان ده مشهور قوي في بولاق ابو العيله والناس الشبراويه. وبعت لنا شنطه سلطات، شنطه ده كله ده جاي مع ال 2 كيلو وما يعرفوش طبعا، وشنطه عيش جاب بحوالي ولا 5 جنيه عيش مثلا. وتعالوا نسمي الله، واهم حاجه كيلو الكبده بتاعنا وريحته مفحفحه. وانا عايز اقول معلومه لبتوع الحاجات دي، بعد اذنكم بحط ورق زبده عشان السرفان بيقولوا خطر علينا. وتقطيعه الكبده ايه في القلب، بصوا منظرها طالعه عامله ازاي، منظرها جميل صح؟ تعال نسمي الله ونوزن كيلو الكبده. هنوزنه بفلته لان مش عايزين نبهدله. صفر الميزان يا صديق. طالع عندك قد ايه عشان انا مش شايف؟ كيلو 60. كيلو و60 جرام بالبقدونس في الطبق، يعني كيلو صافي بعد كل حاجه. تعالوا نسمي الله ونشوف الكبده بتاعتهم. ريحه الكزبره وريحه الكبده فايحه اللي هي تجوعك جوع ابن لذينه. تعال كده قرب يا صديقي، بص التقطيعه وسخنه، احنا في شتاء وجايه لنا سخنه. كيلو ب 360 300 وكام؟ 60 360 جنيه كيلو كبده. طعمها حلو ومش شاربه زيت، ولكن تعال ناخد حته تانية كده احتياطي ناكد الكلمات، ورشين عليها كزبره كتير. طب في حاجه غريبه، الحته دي مسكره عن الحته دي، ايه الفكره؟ انا مش عارف. تعال نعمل حاجه تانية خالص، ناخد حته. هل طبعا ده مش كبده عجل واحد، فكذا عجل، فكل عجل ليه طعم، والعبث اللي انا بقوله ده حقيقي مش هزار، ان في حته عن حته بجد مختلفه. تعال نعمل السندوتش المعتاد، شويه طحينه بالكبده برده، حته بتنجان ومدينا بتنجان، هات حته بتنجان كده، حتتين 3 4، وانا احب البتنجان يبقى مقلي مش مسلوق. اظبط كده، روق نفسك ما تستغربش. ودي المفروض صلصه طماطم بس شكلها مش حلو، فانا مش هحط منها، مش عجباني شكلها غير عاطفي بالمره، يعني مش، انا شايف ان مش حلوه فانا مش هاكلها. اكادوا من فرط الجمال، فرط الجمال، سندوتش عالمي. وفي مقارنه مخ هتكمل مع المقارنه ديت، ونسمي الله ونخش على بعض. وتاني واحد معانا طقطق. وعايز اقول لكم بقى ايه، كيلو احنا جايبين كبده ومخ زي ما احنا متفقين، كيلو المخ ب 1150 وكيلو الكبده ب 614 جنيه. كيلو الكبده ب 614 جنيه، فرق الضعف ما بينه وبين التاني. تعالوا نسمي الله. ولا دوت المخ. هما جايبين سلطات ولا في شنطه ثانيه للسلطات؟ ولا نوع سلطه ولا نوع عيش ولا عيش حاجه، ولا نوع سلطه ولا عيش. ده انا طالب اوردر بكام؟ ب 1900 وحاجه، ودافعين 2000 جنيه. ولا نوع سلطه من طقطق ولا عيش. امال هاكل كبده بالرده دي اجي اكلها بايه؟ بس ما المعروف على مطاعم السمك، هو مطعم سمك على فكره وكبده ومخ، انه ما بيبعتش العيش، بيبقى عندهم بفلوس. ده معلومه عن مطاعم السمك. هل كل المطاعم كده؟ ما اعرفش، بس بص التقطيع هنا واللون مختلف تماما عن اللي فات، صح؟ واضح قدامكم اللي انا بقوله؟ فرق شاسع ما بين ده وده في اللون، حتى يعني حتى تحس لون الكبدايه فاتحه، انا بحب اللون الكبدايه الفاتحه دي. وزن اوزن. لا مؤاخذه بوش قال لك ارجع لميزانك ونسمي الله ونوزن. كنا هننسى نوزن من حلاوه الريحه. 1060 برضه. 1060 بالظبط، يعني الاثنين تقريبا هو مبدا واحد صح؟ الاثنين ماشيين على نفس المنهج يعني. وعشان الكوليسترول ما يوصلش للسما ناخد حتت بسيطه. معلومه يا صديقي، الكبده بتعلي الكوليسترول بس تحفه، بس هي شاربه زيت سنه، والتانيه كانت شاربه زيت بس ما كانتش طحينه واضحه عشان الورق ابيض فباين ان شاربه زيت. بس هي الكبده برده كده يا جماعه، هي كده بس من جوه مش شاربه زيت. بصوا من جوه مش شاربه زيت، بس هي الرده بتدي التست كده. انا مبسوط قوي. مش طحينه ولا عيش بعتينه، اقوى من اللي فاتت الصراحه. دي عجبتني قوي، حلوه قوي قوي قوي، مفيش كلام الصراحه. بس بعتوا سلطات وعيش وبتاع، والزيت يخف شويه.
هنسمي الله ونخش على اللي بعده. يلا بينا. ثالث واحد معانا هو الشرقاوي، وانا محدش قادر يقول لي فين الشرقاوي الاصلي. كيلو المخ ب 800، كيلو الكبده ارخصهم ب 320 جنيه. ارخص كيلو كبده ب 320 جنيه. انا رحت عند جزار قال لي كيلو كبده نيه مش عارف ب 300 وحاجه، صح؟ 420 جنيه الكبده نيه. امال احنا جايبين ايه؟ بتضحكوا؟ ماشي المهال ده المخ في المقارنه اللي جايه، والكبده عشان ما نطولش المقارنات هو مدينا شنطه سلطات. يعني لو دي كده كل دي ما يعرفناش، هو مطلع كده مع كل الناس على 2 كيلو، يعني اوردر ب 1140 جنيه مطلع عليه كل دي وحاطط ويسكي. وعايزين نعدل لكم المنظر ده بس ونرجع لكم تاني. وبما اننا جبنا كبده برده كان طبيعي نجيب الشرقاوي، ولكن خامه العيش اللي باعتها منظرها مش عاطفي. طبعا عيش ونعمه والحمد لله. وبردك رشه الكزبره الجميله اللي فوق، وطبق الكبده ايه بس هو شارب زيت شويه بردك. هو العيب في الكبده ان هي كده، هي نوعها كده تشرب زيت. سامي الله ونوزن قد ايه؟ نفس الميزان. نفس الميزان، الثلاثه نفس الميزان. بأمانة الله ما حد فوق، وحياة النعمة دي ما حد فيهم يعرف ابدا ان انا هطلب حاجه، ده كلام حقيقي. ومنظر الكبده هنا فاتح شويه بس غير اللون اللي فات واللي قبليه. ارجع كده بالكاميرا، ارجع معايا كده هتفهم اللي انا بقوله. الريحه هنا عارف ايه؟ عارف ريحه البهارات اللي هي بتاعت الكزبره والكلام ده، يعني ريحه الكزبره طاغيه قوي. هنسمي الله وندوق. الكبده على فكره بتعلي الكوليسترول، ما تاكلوش كبده كتير. بص هي طعمها صايع، وهو ده الشرقاوي اللي احنا جبنا عنده كاتب ان هو الاصلي، بس هم بيقولوا لي ان كل واحد كاتب على نفسه الاصلي ودي ارقامه ودي حاجته. عايزين تطلبوا اطلبوا، دي ارخصهم سعرا. ولكن في حاجه، بصوا حاجه، انا حاسس ان طعم الكزبره في الاولانيه كان طاغي على حاجه. انت بعينك هتقدر تقيم معايا. شايف الالوان هنا تحس ان الرده واخده اكتر شويه من الطبيعي، صح؟ وهنا طعمها صايع. لو هنرتبهم تعالوا نرتبهم مثلا مع بعض. هنعمل سندوتش وبعد كده اقول لك نرتبهم. هنا البتنجان بعته مسلوق. حد واخد باله من اللي انا بقوله؟ البتنجان ده مسلوق. انا ما بحبش البتنجان مسلوق، انا احب البتنجان المقلي اللي هو مبقاش شارب ميه. بحس طعم الميه في البتنجان يشرب زيت احسن ما يشرب ميه. شويه طحينه خفاف خالص مش عاجبني. وده لونه بردك زي ما انتم شايفين كده، لون الصلصه فاتح. دي سلطه الكبده بس هنا لون الصلصه فاتح. ما بحبش لون الصلصه دي. تيجي ندوقها كده. لا دي مش حلوه. نسمي الله ونضرب السندوتش. البتنجان وشويه الطحينه مع السندوتش بتحليه قوي. تعالوا نسمي الله ونقارن الثلاثه ببعض قصادكم. وفي النهايه عايز اقول لكم على معلومه، ان الكبده اللي بالرده ما تنفعش كبده بلدي، لان يعني دي معلومه من حد قال لي ان الكبده البلدي ما تنفعش تبقى برده، ليها طريقه كده معينه في التقطيع، ولا تنفع ليها في العضه، وان المفروض دي تتجمد وتتعمل بطريقه معينه عشان توصل للمرحله دي، وان تبقى فيها العضه بتاعتها كده. من الاخر تعالى اقول لك، هنا اولاد طقطق على يمينك كده ومنظرها لونها مختلف. عندك هنا الدريني وعندك هنا الشرقاوي. الشرقاوي صايع وطعمه حلو، والرده في طعم الرده وبتحس فيها البريدنج عالي شويه. هنا طعم الكزبره والحاجات التوابل واضحه. هنا تحس ان الخامه بريميوم شويه، رغم ان هنا الضعف السعر. هنا الضعف، هنا 370 هنا 320 هنا 620 614 بالظبط. هل المعلومه قلتها دي صح ولا غلط؟ انتوا ادرى. المهم انا شايف ان الصراحه ان الكبده البلدي نيه ب 400 وحاجه. فمش عايز اطول. اللي بيحب الكبده بالرده دي ليها ناسها وليها اكله، وانا بحبها وليها مزاج وليها تجربه عندي كده. بس الصراحه كان يفوق التوقعات. اولاد طقطق مع انه اصلا مطعم جمبري. اتفرجوا على مقارنه المخ. تكمله الحلقه ديت كان معاكم هاني فود كينج اوف سي فود. سلام.